السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. اخواتي وحبايبي، لو بتشوفوا قناتنا لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واخواتي وحبايبي اللي متابعيني متحرمش منكم أبدا أبدا ولا من تعليقاتكم الجميلة، دايما رب منورين ومشرفيني. ربنا يبارك لي في عمركم يا رب. أحسن اخوات في الدنيا كلها، يجعل أيامكم كلها خير وبركة وصحة وسعادة. اللهم آمين يا رب العالمين. والصحة علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين. يصلح حالنا وحالكم ويبارك في ولادكم ويرزقكم الصحة والعافية، اللهم آمين. صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة. زي ما انتم شايفين كده، أنا كنت طالعة السطح ومعايا شوية عيش كده مقطعاهم، قلت أحدفهم للفراخ بتاعتنا كده على ما أجيب لهم بقية الأكل بتاعهم، علشان اطلع اشوف عايزه اعمل فرن بلدي كده، كنت انا عاملاه وهديته علشان بنيت وكده، فان شاء الله اعمل واحد تاني بداله. فقلت احط لهم شويه الاكل دولت على ما اطلع لهم تاني، وحطيت لهم شويه ميه كده وتصبيره كده على ما اجيب لهم الاكل بتاعهم. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده، هم يعني ايه دولت انا سايباهم علشان البيض، فيهم صغيرين وفيهم الفراخ الكبيره اللي كانت بتبيض، وفيهم الرفيعين دولت اللي لسه صغيرين. يلا بقى نطلع السطح ونشوف معانا هنا ايه. هنا ديت طينة او ردمة، يعني ايه طينة بس انا كانت ناشفة، فحطينا عليها مية كده علشان تبوش، ونعجنها كده عشان تبقى لينة ان احنا نبني بيها الفرن بتاعنا. وده الطوب اللي انا كنت مطلعاه من الفرن القديم، هبني بيه الفرن اللي انا هبنيه، الفرن اللي احنا هنعمله بيه ده، واللي كان على الجنب التاني اللي كنت مطلعاه من الفرن القديم اللي انا كنت عامله فيه فيديوهات قبل كده. هبنيه فين؟ هبنيه مكان المقشه في الحته ديت كده، علشان يبقى على جنب ويبقى مش في وش الريح، عشان لما اعمل فيه حاجه الهواء ما يرجعش الدخان عليا، ويبقى كده ايه في مصد الهواء، يعني يبقى على جنب. الحاجات الطينه ديت هسيبها بقى كده يومين على ما تبوش ونعجنها، وان شاء الله نشوف بقى هنعمل عايزة أصور معاكم طريقة بناية الفرن، بس طبعا اللي هتيجي تبني لي الفرن واحدة ست، فما رضيتش يعني إن أنا أصور وكده، فما ينفعش. هنا بعد يومين بنيت الفرن اهوت ما شاء الله. كان نفسي ان انا اصور طريقته، بس يلا ما فيش نصيب، علشان ديت واحدة ست وما ينفعش ان انا اصور وهي بتبني. بنينا الفرن بتاعنا ما شاء الله في نفس المكان اللي انا قلت لكم عليه. هو لسه طار اهو، بقاله يومين، يعني بنيها بقاله يومين ولسه طار زي ما انتم شايفين. فهي قالت لي لازم كل يوم ان انا اولع فيه شويه كده علشان خاطر ينشف من جوه، ولما ينشف من بره التشققات اللي انتم شايفينها ديت لما ينشف خالص خالص هعمله من بره باسمنت ورمل علشان يفضل كويس معايا يعني ويعيش فتره طويله. فانا هولعته كده ايه امبارح يعني شويه، والنهارده كمان هولع له شويه علشان ينشف من جوه، وكمان الهواء بقى بيطص فيه وكده وينشف من بره. ولما ينشف من بره ان شاء الله هوريكم انا هنعمله ازاي، وان شاء الله اصوره معاكم واحنا بنمحره يعني. مش هجيب حد يعمله، ان شاء الله انا هعمله، يعني انا ايه اللي هعمله. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا الفرن البلدي ما يحلاش الأكل بعد الفرن البلدي، بصراحة أكله بيبقى جميل، والحاجة كده بيبقى لها طعم وبتبقى حلوة ما شاء الله. أنا عملت فيه فيديوهات كتير في الفرن اللي أنا هديته. بسم الله ما شاء الله، الأكل بتاعه بيكون زي العسل، ما يعلاش عليه ولا فرن غاز ولا كلام من ده كله. مفيش طبعا بعد الفرن البلدي. بصراحة هو يعني في العالي، وبتعب لما بطلع السلم وكده، بس هو مزاج بصراحة. يعني أنا بحب أعمل الأكل فيه، بتعب شوية بس أنا بستمتع بعمايل الأكل فيه. إن كان سمك أو برام، إن كان خبيز، رقاق، عيش، أي حاجات من دي. بصراحة أنا بحب الفرن البلدي مهما يكون تعب عليا، بس هو يعني زي ما انتوا تقولوا كده وش تعب. فانا بصراحه ما ارتحتش الا لما عملته، لان هو زي ما انتم فاهمين برضو كمان الانبوبه الغاز ب90 جنيه وما فيهاش حاجه، يعني لو النفر شوى فيها مرتين سمك بتبص ما بتلاقيش فيها حاجه. علشان كده ده بتوفير، يعني مع انه كمان بيطلع الاكل حلو الحاجه حلوه وصحي عن الغاز، بس كمان توفير. بيريحني ان انا كل شويه ان انا املى انابيب وكده، بملى الانابيب للبوتاجاز. و طبعا ما بستخدمش البوتاجاز
لما بعمل حاجة في الفرن بتوفر عليا الغاز. زي ما انتم شايفين كده مع الولعة بتاعتي بيطلع النار من الشقاق دي، علشان كده انا هسيبه لما ينشف خالص خالص، وبعد كده بقى لما نمحره اللي الشقوق ديت هتتسد. شايفين الجناب اللي هو طالع منها النار دي كلها هتتسد ان شاء الله، عشان هو لسه طري وكده. بس النار بتاعته ما شاء الله بتلف هيت وحلوة، وان شاء الله نعمل احلى الفيديوهات. ونزلنا كده ونعمل معانا حاجة حلوة نحلي بها بقنا حلاوة الفرن الجديد. هنعمل ايه؟ هنعمل كيكة. بصراحة انا كان عندي برتقانة واحدة ما فيش غيرها، وجبت كده كوبايتين من الدقيق عليهم باكو محسن كيك. اللهم صل على النبي. وقلبتهم كده بالمعلقة، كوبايتين الدقيق مع معلقتين نشا مع باكو محسن كيك. زي ما انتم شايفين كده قلبتهم اهوت وهركنهم على جنب. معايا هنا شوية من اللبن الصغيرين، ومعايا بورقتين فانيليا. اللهم صل على النبي. ومعايا كمان برتقانة بشراها وهعمل العصير بتاعها. وثلاث بيضات، نص كوباية زيت. طبعا انا عاملين المكونات دي قبل كده. هاخد شوية صغيرين من اللبن، زي معلقتين من اللبن يمشوا معايا البرتقانة في الخلاط، وعلشان هي برتقانة واحدة خفت لما ما تكفيش يعني عصير وكده، فحطيت معلقتين اتنين من اللبن يمشوا معايا البرتقانة. ولو كانت احتاجت كنت هزود لبن كمان. عيرت الكوباية بتاعتي عصير برتقانة على لبن، وخدت نص كوباية زيت وكمان كوباية السكر مع البيضتين مع ورقتين الفانيليا مع معلقتين كبار من الخل، وضربتهم كويس جدا جدا في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. وفضيتهم هنا على الدقيق والنشا والمحسن، وهقلب كويس قوي. طريقة اللهم صل على النبي كيكة البرتقال انا عاملاها على القناة، ولو حابين تشوفوها هتلاقوها عندكم في الفيديو. اللهم صل على النبي. هقلب كويس جدا لحد ما الدقيق اللي عندي ده يختفي تماما، وتأكدي كويس قوي ان مفيش في القعر دقيق. اهم حاجة ان انت تقلبه كويس. بسم الله ما شاء الله. شايفين السمك بتاعها والجمال والحلاوة وريحتها بقى وطعمها حاجة كده زي العسل. طبعا قبل ما بعمل اي حاجة في اي كيكة بكون مولعة الفرن بتاعي الاول. الصينية بتاعتي دهنها زيت ومغلفاها بشوية دقيق. هحطها طبعا في الفرن اللي انا مولعاه من قبل ما اعمل اي حاجة، واسيبها لمدة نص ساعة. نص ساعة على نار هادية. لو انت عندك درجة حرارة تظبطها على 180، ما عندكيش زي حالاتي كده والفرن بتاعك على قده وفرن البوتاجاز. اللهم صل على النبي. هتحط الرف تحت شوية كده، مش في النص، اقل من النص، وهتعمليه على نار هادية خالص. تكون النار متعلية قبل ما تحطيها، ولما تحطيها هتهدي النار شوية وتحطيها، وما تفتحيش عليها الا بعد نص ساعة. شايفين ما شاء الله السكينة بتاعتي طالعة نظيفة وزي الفل. بسم الله ما شاء الله، لا فيها حاجة ولا اي حاجة، زي ما انتم شايفين بالجمال والحلاوة واللون الحلو ده. ما شاء الله شايفين السكينة بتطلع زي الفل وطرية وريحتها زي العسل. ما شاء الله. قلنا نحل بقى بقنا كده بمناسبة الفرن الجديد، نعمل حاجة حلوة. بصراحة ما صبرتش عليها لما تبرد، وقطعت منها وهي سخنة كده. شايفين؟ حبيت اوريها لكم. ما شاء الله ريحتها جميلة وزي العسل. تتاكل سخنة تتاكل باردة، لا ريحتها زفارة ولا ريحتها اي حاجة. ما شاء الله المعلقتين الخل بيفرقوا معايا قوي في الكيكة بتاعتي، في طبعا في الهشاشان بتاعها، وكمان في ريحة زفارة البيض ما بيقبلهاش اي زفار. يعني في كيكات بتكون سخنة بتلاقي ليها ريحة زفارة، لا دي ما شاء الله ما فيش اي حاجة. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله طرية وزي الفل. ما شاء الله حاجة زي العسل. ربنا يجعل ايامكم كلها خير وسعادة وبركة وهنا. اللهم امين يا رب العالمين. شايفين الجمال والحلاوة؟ اللهم صل على النبي. لايك وشير للفيديو. ربنا يبارك لي في عمركم يا رب. احسن اخوات في الدنيا كلها، ما تحرمش منكم ابدا ابدا. يسعدكم ويجعل ايامكم كلها خير وبركة وسعادة وهنا، ويصلح حالنا وحالكم وأحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ويرزقنا ويرزقكم اللهم آمين. ويرزق كل مشتاق الذرية الصالحة، ولا يحرم حد أبدا من ولاده، وينجح ولادنا وولادكم، ويصلح حالنا وحالكم، ويريح بالنا وبالكم، ويبارك لكم في ولادكم وولادنا اللهم آمين يا رب العالمين. شايفين الجمال والحلاوة؟ ربنا يبارك لي في عمركم. أحسن أخوات في الدنيا كلها. ما شاء الله ميتي حاجة كده زي العسل. شايفين القعر بتاعها واللون بتاعها زي الفل. الميت دلوقتي الفتفوتة قد كده بقد ايه،
ولا في غذاء ولا في أي حاجة. والسلام عليكم.